واخيرا بعد طول انتظار وصلت للايست سايد جاليري، اكبر مكان موجود فيه سور برلين القديم. 38 و39 كان بيترحل اليهود لفلسطين. في حد هنا كاتب في فلسطين، هم حماس في السودان، في فلسطين. هنا بقى قدامي مبنى الهيد اوفيس الاساسي بقى الرئيسي بتاع علامة مرسيدس. صباح الفل، صحيت من برلين لسه خارج من الاوتيل. كان بقالي كذا يوم بنام على سليبنج باك في الكامب بتاع التطوع اللي انا كنت فيه، ودي اول ليلة اخيرا انام على سرير. كنت محتاج جدا ان انا اعمل حاجة زي كده عشان انا اقدر اشحن طاقتي شوية، لان انا لسه عندي مشوار تاني بلد تانية بالليل، رايحة باذن الله برضه بالقطر او شوية مواصلات كده باذن الله. وحاليا انا في برلين ومعايا تقريبا 6 ساعات او 7 ساعات الف فيهم في برلين على قد ما اقدر الاماكن المشهورة او المعروفة او التي تستحق الزيارة. فيلا بينا نتفرج على برلين. حاليا بتمشى في شوارع برلين اول يوم، واول حاجة موجودة جنب الهوستل اللي انا موجود فيه هو النصب التذكاري اسمه انهالتر باهانوف. ده هي اقدم محطة قطر موجودة تقريبا في المانيا، وده الجزء الوحيد اللي فاضل منها، لانها وقت الحرب العالمية الثانية اتقصفت من القوات اللي كانت بتحارب النازية، وفضل منها الجزء ده. العجيب في الموضوع ان المحطة دي كانت هي اللي بيترحل، او هي المحطة الاساسية اللي كان بيترحل منها اليهود عشان خاطر يتم ابادتهم. والجميل في الموضوع ان هنا في شرح للقصة مكتوب فيه ان سنة 38 و39 كان بيترحل اليهود لفلسطين، يعني هم نفسهم يعني بيقولوا انها فلسطين. شيء غريب وعجيب الصراحة والله، يعني سبحان الله ان ممكن الحقيقة تبقى باينة وتبقى معروفة، بس مفيش فايدة ومفيش حد بيسمع ولا بيفهم. هكمل لفة في شوارع برلين واحاول اشوف اماكن تانية، واحاول افرق على المدينة. لسه مش عارف هشوف ايه او اروح فين، على حسب ما يجي تاخدني. الصفة هنا في ألمانيا دايما هتلاقي فيها لونين، لون اسود ولون تاني احمر. الاسود ده عشان المشاة والاحمر عشان العجل. الاسود ده كده مكان ما انا المفروض امشي، وده كده مكان العجل. لسه في عجل معدية دلوقتي، بس يعني ده يعني هي معمولة عشان كده يعني. فالمفروض لو انت ماشي على رجلك تمشي في الحتة السوداء، ما تمشيش في المكان بتاع العجل، لان هم بيجوا يعني، فممكن يخبطوا حد او حاجة يعني. من الحاجات برضو هنا المختلفة ان مثلا الاشارات او العلامات اللي ليها علاقة بالمرور وكده، فحاجة ليها علاقة بالركنة يعني، تمام، الباركينج يعني. يعني مثلا المكان ده المفروض ان هو موقف او مكان يقف فيه تاكسيات، بس بحد اقصى 5 تاكسيات بس. يعني مثلا انا لو جيت لقيت ان في 5 راكنين، اروح اشوف مكان تاني اركن فيه. ما هو خلاص السطح ده المفروض ياخد 5 تاكسيات بس مش اكتر، الباقي بقى ناس عادية هي اللي تركن. الحاجات برضه لاحظتها هنا في ألمانيا، يعني أنا تصوري قبل كنت ما أجي ألمانيا الفترة دي إن ألمانيا هي دولة متقدمة جدا، وإن الإنسان فيها مكرم بشكل كبير، وإن الناس عادة يعني زي ما بنقول كده بتنام من غير عشاء. بس اكتشفت إن لأ، يعني هو في ناس كتير جدا زي اللي نايم ده كده هوملس. يعني أنا بشوف هوملس عموما يوميا. حاجة برضو لاحظتها ان تقريبا غالبية الشعب الألماني ومختلف درجاته وطوائفه بيجمع الأزاز البلاستيك عشان يبدلها. يعني طبعا دي حاجة كويسة يعني، بس يعني اللي هو انا مش متخيل مثلا ان ممكن مثلا حد تكون ظروفه المادية مرتاحة جدا وكويسة،
ان هو يبقى باصص ان هو عايز ياخد مثلا ربع يورو مثلا من الازازه او حاجه. فاللي انا استشفيته يعني او حسيته ان هو الشعب الالماني مش الفقر مش صعب قوي موجود فيه، بس في نفس الوقت هي الناس مش اغنياء. يعني هو تقريبا المستويات في المعيشه والدرجات الاجتماعيه تقريبا يعني قريبين قوي من بعض. يعني ما فيش حد غني قوي تقريبا، الا ممكن تكون ناس قليله قوي يعني اللي موجوده، بس غالبيه الشعب تقريبا طبقه متوسطه يعني. بس وجزء منهم بقى يمكن اقل من كده الناس الهوملس او كده يعني. بس طبعا المانيا لا فيها هوملس وفيها يعني ناس نايمه في الشارع، وده بشوفه يعني خصوصا بالليل، يعني بيبان قوي في محطات القطر والكلام ده. صباح الفل. المهم هكمل لف واشوف كده لسه ممكن اشوف ايه هنا في برلين. واخيرا بعد طول انتظار وصلت للإيست سايد جاليري، اكبر مكان موجود فيه سور برلين القديم هو ده، وممتد لحد يعني كذا كيلومتر قدام. هخش كده ابص لان هو تقريبا في مكان الناس بتخش هنا فيه من جوه. الناس هنا رسمت عليه جرافيتي. سبحان الله، يعني ان التاريخ ان المانيا اللي هي حاليا يعتبر من الدول المتحضرة والمتقدمة ودولة الحريات، من حوالي بس 70 سنة كانت اقل من 70 سنة كمان كانت متقسمة يعتبر دولتين، المانيا الشرقية والمانيا الغربية، واللي كان بيفصل ما بينهم السور. بالمناسبة يعني كان في عائلات اتقسموا، في جزء منهم في الناحية الشرقية وجزء تاني في الناحية الغربية، فكانوا عشان خاطر يتجمعوا كانوا حرفيا بيقابلوا خطر الموت عشان بس يعدوا الأسلاك دي، لأن ألمانيا الشرقية كانت تحت حكم الاتحاد السوفيتي وقتها، وكان فكرة ان انت تهرب بس من ألمانيا الشرقية تروح لألمانيا الغربية دي عقوبتها القتل والموت. فكان في ناس كتير جدا بتتقتل بس عشان خاطر ان هي ممكن بس عايزة تعدي السور ده وتروح تشوف اهلها او حتى تغير من حياتها، لحد في الثمانينات لما هدوا السور وبقى ألمانيا الشرقية وألمانيا الغربية يقدروا ان هم يروحوا يجوا لبعض مفيش مشكلة. في صورة بس انا بحاول ابص عليها، صورة مشهورة الاتنين زعماء السوفيت كانوا بيقبلوا بعض، ودي كانت التحية الشيوعية في الوقت ده، حتى هتلاقوها منتشرة في صور كتير في التوقيت ده بين الزعماء السوفيت. برضو كان يعني سبحان الله التاريخ يعني في حاجات يعني غريبة وأفكار غريبة حاليا ما بقتش موجودة، يعني قليل قوي لما تلاقي دولة شيوعية دلوقتي، فمين عارف بكرة في ايه. هفرجكوا على الصور وخليكم تستمتعوا بالشكل. في حد هنا كاتب في فلسطين هم حماس، في السودان في فلسطين.
يعني تقريبا كده دي اغلب الاماكن الكويسة اللي ممكن ان انت تزورها في برلين. هسيبكم بقى خلاص كده نهاية الفيديو. استنوني في فيديو جديد ان شاء الله، دولة جديدة هعملها لكم برضو فيديو. لو لسه مش عامل لي فولو او سبسكرايب على اليوتيوب اعمل، عشان ده اكيد حاجة بتشجعني، وسيب لي كومنت سواء بحاجة كويسة او لو ان حاجة انا محتاج ان انا اظبطها او اعدلها في الفيديوز بتاعتي. واشوفكم في فيديو جديد. سلام.